مرحبا متابعيني، وصفتنا اليوم كعك بدون دقيق صحي لمريض السكر والكيتو دايت واللو كارب وحساسية الحنطة. وشوفوا ما شاء الله هذا الكعك مقرمش وطعمه كلش طيب، كلش راح تستفادون منه. وإذا عجبتكم تابعوا المقطع أصدقائي. هاي نبدي بسم الله بالمقادير. عندنا كوب من السمسم المطحون وكوب من اللوز المطحون، وعندنا بيضة واحدة، وعندنا خل وزيت الزيتون وبيكنج باودر، طبعا نص ظرف، وفانيلا نص ظرف، وظرف ستيفيا واحد. تقدرون تخلون ظرفين لان اني هذا الكعك ما طلع عندي بيه حالات قليلة، فاذا حبيتوا يكون حلو خلوا ظرفين ستيفيا. وهاي نبدي اول شي هاي البيضة نخفقها ونخلي عليها حوالي 4 ملاعق من زيت الزيتون. تقدروا تبدون بزيت الحيواني عادي. نخلي ظرف الاستيفيا، قلت لكم تقدرون تخلون ظرفين، ما طلعت عندي حلوة بس طعمها كان طيب. وهاي الفانيلا راح نخلي نص من عدها، هم اقل من النص خليت، لا تنطي نكهة. والبيكنج باودر كذلك، يعني كميات بسيطة خليت. ونخفق هاي المواد كلها لحد ما تتجانس عندنا. صار عندنا الخليط أصدقائي بهذا الشكل. وهذا عندنا كوب من اللوز، أو نخلط، يعني ما راح نحتاج لا مي ولا حليب ولا أي شي غير هاي، يعني هاي البيضة كلش تكفي. وخلينا هم كوب السمسم، يعني ما راح نحتاج قلت لكم اي سوائل بعد. يعني بزيت الزيتون 4 ملاعق والبيضة الوحدة كونت عندنا هاي العجينة. ولاحظوا حبايبي شلون بدأت تتماسك عندنا. نتركها 10 دقايق حتى تشرب السوائل كلها وتتكون عجينة مضبوطة بهذا الشكل حبايبي. وهاي بعد ما تركناها 10 دقايق شوفوا ما شاء الله شلون تماسكت عندنا، صارت عجينة نظامية. هسه حبايبي حضرت قالب مال خبز الكعك، دهنته بزيت الزيتون مسحة بسيطة، واذا حبيت تحطون ورق الزبدة ماكو مشكلة. اخذت قطعة من هاي العجينة وخليتها فوق السمسم محمص تحميصة بسيطة، واحاول ارتبها شلون ما تردون انتو تسوون الشكل انتو تتحكمون بيه. انا سويتها على شكل اقراص دوائر. هاي اول قطعة عندنا، اني خليت بهاي الملعقة الصغيرة حتى اخذ قالب واحد يطلع عندي. وهم نفس الحالة نخليها بالسمسم من فوق ومن جوا، وبعدين نرتبها ونخليها بالقالب. والكميات حبايبي تقدرون تتحكمون الكمية، تردون تضيفون نفس الإضافات وانتوا تتحكمون بالكميات إذا أردت تسوون كمية أكبر. وهاي حبايبي نخليها بالسمسم، سمسم محمص تحميصة خفيفة، لأن إذا خليته بدون تحميص فما راح ياخذ لون، راح يبقى لونه أبيض السمسم، ما راح ينطي منظر. وهاي حبايبي نكمل ونرجع لكم. وهاي كملنا، صارت ما شاء الله عندنا ذني 8 قطع، واحدة صغيرة يعني 7 واحدة صغيرة. وشوفوا هاي ما شاء الله على درجة حرارة الفرن 180، ومن أخذت لون ذهبي طفيتها وعفتها بالفرن لحد ما برد الفرن طلعتها. هاي أهم فقرة تنطي قرمشة للكعك إذا حبيتوا تسوون. وشوفوا ما شاء الله، طبعا أنا هاي المعجنات ما أصبر بدونها،